ألف مبروك لنادي الزمالك، أول 3 نقط في الدوري. ولكن خلينا بقى نتكلم كلمتين كده إيه بالعقل. هل ده مستوى الزمالك؟ لا. هل ده مستوى يجيب بطولة؟ لا. البنك الأهلي فرقة كبيرة، بقى فرقة كبيرة ومدرب محترم كابتن طارق مصطفى وكل حاجة وما فيش مشكلة. طب أنت بتلعب دلوقتي كنادي الزمالك في وسط جمهورك، ومعلش يعني انت مش مفيش حاجه اسمها انت بدايه موسم واصل لسه ما جابوش المستوى. انت عملت يعتبر فتره اعداد، عمرك ما تعرف تعملها تاني. يعني في ناس بتدفع فلوس وشركات رعاه وبتاع، بيعملوا اعداد، فتره اعداد للفرق بتاعتها عشان تخش في اول الدوري جاهزه. انت عملت فتره اعداد بالسوبر مصري وسوبر افريقي، لعبت فيهم 3 مطوشه، فانت عامل فتره اعداد اجمد من اي فتره اعداد ممكن تتعمل. ده غير فتره الاعداد اللي هي فعليا انت عملتها بماتشات وديه مع فريق عراقي ومع فرق من الدرجه الثانيه وهكذا. يعني المهم 3 نقط مهمين جدا جدا. ولكن كلامي موجه لمجلس اداره نادي الزمالك في نقطتين مهمين جدا. جوميز مدرب كويس نص نص، مدرب نص نص، مش مدرب كويس، مش مدرب بتاع زمالك. انا مش عايز نشوة الفوز بتاعت كاس السوبر الافريقي وفرحة وبتاع، تعمينا عن الحقيقة. طب هو مدرب، طب هو يا عم ما عندوش صفقات؟ لا، هو بص، عشان بس يبقى الكلام واضح وصريح، جوميز عنده فرقة اساسية كويسة، يعني 90% منها كويس. اللهم بس انت عايز ايه يعني؟ وينج شمال اجمد من مصطفى شلبي مثلا، واحد في مستوى بن شرقي او ايا كان، يعني واحد وينج شمال كويس بس. لكن عندك راس حربه كويس سيف الجزيري. انا بتكلم على ايه؟ 11 لعيب. طب ال 11 لعيب دولت يعملوا ايه يا عم؟ يلعبوا بطوله مجمعه من 3 4 ماتشات، مثلا كاس مصر اللي هو ايه 4 ماتشات ولا حاجه ورا بعض كده، خلاص خدت الكاس كده، خلاص الفرقه دي ايه شكرا منها. لكن بطوله نفس طويل زي بطوله دوري ولا كونفدراليه اللي انت داخل فيها السنه دي، ولا دوري ابطال افريقيا ولا الكلام ده القايمه دي مش بتاعت الكلام ده. طب ما انت كده يا عم بتقول يبقى جوميز مظلوم؟ لا، مش مظلوم. انا بتكلم، انا عايز اشوف شكل الفرقه، انا عايز اتفرج على فرقه، يعني شكل الفرقه وهي بتدافع، وفي شكل الفرقه وهي تحت الكوره، شكل الفرقه وهي ضاغطه على الخصم، شكل الفرقه وهي بتهاجم. الاقي جمل، الاقي شوف طريقه لطلوع اللعيبه للفرقه بالكوره. هو انا ماشيين عبد الله السعيد والفرقه تقع يبقى انا كده مدرب؟ عبد الله السعيد موجود، اصل انا عايز واحد زي عبد الله السعيد في الملعب. مفيش يا عم. انت فين خطتك؟ انت فين طريقه لعبك؟ فين اسلوبك في اللعب مع الفرقه؟ انت يعني مفيش عبد الله السعيد، مفيش ناصر ماهر، مفيش كره مع الزمالك في رجليها. ده لو مش اتغيروا، ده لو وقعوا بدنيا بس الزمالك وقع. انت فين؟ انت كمدرب انت فين طريقه لعبك وفين خطتك؟ هي فين؟ انا هنعتمد على لعيب اللي هو عبد الله السعيد، حتى مش مثلا عبد الله السعيد عنده داخل على 40 سنه. انا عايز اشوف فكر مدرب في الملعب ينفذه اي لعيب. انا ما بتكلمش ان الكواليتي تبقى بتاعه التنفيذ تبقى عاليه. هي فين اصلا عشان تتنفذ ولا تبقى عاليه ولا واطيه؟ هي فين اصلا الفكره؟ مش موجوده. انت بتعرف يعني كجوميز انت بتعرف تبث الروح في اللعبه كويس، بتضغط يعني بتهيئهم نفسيا كويس. ما رجاله يضغطوا ومش عارف ايه، نجيب جون وده مش عارف يغطي في ده ويزعق ووشك يحمر شويتين في اوضه اللبس، حماس وبتاع مع وجود الجمهور، فبتكسب ماتش من بطوله زي مثلا سوبر افريقي، زي نهائي الكونفدراليه كسبناه بالروح وبوجود الجمهور وضغط الجمهور على الخصم. وماتش سوبر افريقيا كسبناه بسبب الفيديوهات اللي اتعملت في اوضه اللبس قبل الماتش بتاعت احمد بلال والذي منه. لكن انت كزمالك، انت كجوميز، انت فين كمدرب شغل فني؟ فين؟ انا ما بطلبش منك دوري على فكره، عشان ما بقاش ابقى كده انا الراجل بظلمك. انا ما بطلبش ان جوميز بالسكواد ده، جوميز ما ياخدش دوري. جوميز يقعد يعافر في الدوري 10 12 13 ماتش، اللي هو من 36 ماتش، لو لما يكون الدوري يعني ايه لما يكتمل،
او دوري مش اللي هو استثنائي بتاع السنه دي، دوري عامه، دوري كبير يعني الدوري العادي، من 32 ماتش انت تقعد تعافر بيهم 10 الدور الاولاني يا عم 15 ماتش. لكن لو انا طلبت منك تاخد الدوري بالفرقه ديت ومع كونفدراليه مع كاس مع مش عارف ايه مع لعيبه تروح المنتخب وترجع من المنتخب، يبقى انا بظلمك. انا بتكلم ما بقولكش تاخد دوري، بس انا عايز اشوف شغلك الفني مش موجود. انت شغلك النفسي بس اللي موجود. انا مش جايبين دكتور نفساني. هو موقف صعب على مجلس الاداره اللي هم الراجل عشان يعني هم بيمضوا العقد، اشترط تجديد العقد بالحصول على الكونفدراليه، فهو الراجل كسب الكونفدراليه فخلاص اضطروا ان هم يجددوا له عقده، وكان صعب عليهم ان هم يمشوه وهو لسه واخد كونفدراليه. طب ماشي، انت جددت له وخدت صور رفيق، حلو جميل جدا. طيب وبعدين هتفضل الراجل ده شغال معاك بالروح؟ في عروض الراجل ده جايه له اهلا وسهلا، تروح يقولوا له ما فيش مشكله، لو عندك عرض روح. بيقول لك احنا بنسمع ان هو جاي له عرض من الوحده الاماراتي ومش عارف او من الدوري الاماراتي يعني ايا كان منين ما اعرفش منين، والدوري السعودي الدرجه الثانيه. اول عرض يجي له يمشوه يروح الانديه دي. اللي مفوق الزمالك في ماتشات الاهلي ومش عايز يعني ندفس دماغنا في الرمل زي النعام ونحط غشامه على عينينا عشان مش عايزين نشوف الكلام ده. اللي مفوق الزمالك على الاهلي في ماتشات الاهلي والزمالك اتنين، عبد الله السعيد وناصر ماهر، علشان الاتنين جايين من الاهلي فبيلعبوا بغل قدامه عشان يقولوا احنا اهو، ويندموا الاهلي ان هم لعبوا سابوا الناس شبه دي. على اي حال الف مبروك لنادي الزمالك، ويا رب اللي جاي يكون احسن، ويا رب يوفق مجلس الاداره في حسن الاختيار وحسن القرار. لو في عروض لجوميز اهلا وسهلا يتفضل. طارق مصطفى اللي لعب النهارده ضد الزمالك برقبته، ايمن الرمادي رقبته. في مدربين كتير في خالد جلال برقبته، مؤمن سليمان برقبته. عندهم الناس دي عندها فنيات، مش روح وخلاص. ده مش جايبين حسام حسن في الزمالك لغايه الروح دي بتستمرش. الروح دي مثلا ماتش 2 بالكتير، بطوله صغيره قوي بالكتير. اللي بيستمر الفنيات مع الروح ده طبعا حاجه مهمه، بس يعني الفنيات رقم واحد. شغل المدرب وشغل فني رقم واحد. ادي النهارده الفنيات اهي راحت، الروح راحت، خلاص الماتش بقى في الدوري عادي. اديك شفت الاداء. احنا اللي المفروض ننزل ناكل البنك الاهلي، ان البنك الاهلي ما عملوش ولا ماتش اعداد ولا ماتش رسمي يلعبوه. احنا لعبنا بطولتين، بطوله سوبر مصري وبطوله سوبر افريقي، وفيهم يعني والبطولتين مع اتقل فرقتين في الدوري ومن اتقل الفرق في افريقيا، بيراميدز والاهلي. فانت المفروض تبقى واقف على رجليك وصلب وقوي اكتر 100 مره وبدنيا اقوى 100 مره من البنك الاهلي وفنيا اقوى منه 100 مره، بحكم اللعيبه الاساسيه اللي عندك وبحكم ان انت فايق عنهم ومتدرب عنهم وداخل فورمه عنهم. على اي حال الف مبروك لنادي الزمالك، وربنا يوفقه ان شاء الله في الدوري ويبقى احسن واحسن. من هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، علشان خاطر ربنا بقى عيب لايك وشير وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم.